النهاردة هنعمل طريقة عمل المسقعة في الاير فراير. اول حاجة هجيب بتنجانة وفلفلة حراقة، دي طبعا اختيارية، وفلفلة خضراء. هقطعها قطع سميكة، حلقات دائرية بس تكون سميكة علشان ما تنشفش في الاير فراير وتبقى طرية. بعد كده هجيب بولة واحط فيها البتنجان والفلفل العادي، ممكن تقطعيه او ممكن تحطيه سليم براحتك، ومعلقة من زيت الزيتون وملح وفلفل وكمون، وهدعكهم مع بعض جامد عشان اتأكد ان الزيت دخل في كل بتنجانية كويس عشان يتقلي في الاير فراير. بعد ما حطيت الملح والفلفل والكمون والزيت الزيتون هقلبهم مع بعض كويس. محتاجة اتأكد ان الزيت دخل في كل حتة في البتنجان. بعد ما هتأكد ان الزيت دخل في كل حتة هدهن الاير فراير بمعلقة من زيت الزيتون علشان خاطر البتنجان ما يلزقش فيها. بعد كده هرصص البتنجان في الاير فراير. هحط البتنجان والفلفل. طبعا الاير فراير بتاعتي يعني حجمها صغير شوية، فهعملهم على مرتين. بعد كده هعملها على فرايد قلي لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 400. على بقى ما البتنجان يستوي هعمل انا الصلصة بتاعة المسقعة. معلقة زبدة كبيرة على معلقة زيت، هسخنهم مع بعض كويس، وبعد كده هجيب معلقة توم مفروم، بصل مفروم الاول هحمر البصلة. بعد ما البصلة لونها بيصفر بحط معلقة من التوم المفروم. بعد كده عندي اورجانيك توميتو صوص، طماطم مضروبة في الخلاط بس جاهزة، او ممكن تضربي طماطم في الخلاط. بعد كده هحط البهارات ملح وفلفل وكمون. هحط برضو معلقة من البابريكا علشان خاطر تديني لون احمر اكتر للصلصة للطماطم. يا ريت ما نكترش في البهارات عشان ما نغيرش طعم الاكل. هو ملح وفلفل وكمون وبابريكا بس، وشطة طبعا اختياري.
هقلب كل المكونات مع بعض. انتي طبعا لو عندك طماطم مضروبة في الخلاط هتسيبيها لحد ما تتسبك. انا طبعا طماطمتي جاهزة، فهحط عليها معلقة من الخل ومعلقة صغيرة من السكر وهسيبها تستوي شوية مع بعض. هرجع بقى للاير فراير، انا حطيتها على 15 دقيقة، دلوقتي فاضل 6 دقايق. الاير فراير صفرت، فهقلب البتنجان على الناحية التانية. طبعا اتحمر حلو جدا زيه زي اللي مقلي، كمان احلى ومش شارب زيت خالص. طبعا اني ما حطيتش زيت، فانا بنصح اي حد ان هو يجيب الاير فراير. كده الصلصة بتاعتي خلاص جاهزة، هطفي عليها واسيبها على جنب. وهطلع البتنجان بعد 6 دقايق، حطيته على الناحية التانية بعد ما قلبته. كده انا سويته من الجنبين كويس. شفتوا متحمر ازاي وحلو جدا زي المقلي في الزيت بالظبط، واحلى وما فيهوش اي زيوت خالص. رهيب، وفعلا كان طعمها يعني اكتر من رائع. بتمنى ان اي حد يقدر يشتري الاير فراير دي، لان هي فعلا فعلا ممتازة وبتقلل من الزيوت جدا. انا حرفيا بحط معلقة زيت ولا حاجة على الاكل، خلاص كده الاكل جاهز. فانا بنصحكم كلكم ان انتوا تشتروها. بعد كده هجيب بقى باقي البتنجان واحطه في الاير فراير. انا الاير فراير بتاعتي مساحتها 300 6 لتر. فطبعا يعني حسن حجمها صغير جدا، بضطر اعمل حاجة على مرتين. فلو هتجيبيها لسه بنصحك تجيبي 12 لتر الكبيرة، يعني لو أسرة كبيرة هتنفعك اكتر وهتبقى احلى. بعد كده بعد ما حمرت البتنجان هجيب بقى الطاجن بتاعي وارصص فيه المسقعة، البتنجان والفلفل. بعد كده هنزل عليها الطماطم اللي انا عملتها. هحط طبقة من الصلصة، وبعد كده بعد ما البتنجان الباقي يستوي هحط الطبقة التانية من البتنجان، فيعني زي طبقة وطبقة. لو بتحبي عليها لحمة مفرومة ممكن تعصجي لحمة مفرومة مع بصل وملح وفلفل وتحطيها في النص بين البتنجان، بس انا بحبها من غير لحمة مفرومة. خلاص حمرت البتنجان الباقي على الناحيتين، هاخده ارصصه برضو في الطاجن بتاعي. ده فلفل احمر حراق. لو مش بتحبي الحراق ممكن تستبدليه بفلفل عادي. بعد كده هحط باقي الصلصة اللي عندي. الاير فراير طبعا غسلتها، وهشيل الطبقة دي وهحط الطاجن في الاير فراير. انا عايزه اعملها بقى الاكله كلها تبقى في الاير فراير من الالف للياء، بما اني عملتها في الاير فراير. لو حابه تعمليها في الفرن مفيش مشكله، بس انا قلت احطها في الاير فراير واجرب. بعد كده هدوس على بيك
بيك يعني خبز، يعني كأنها في الفرن. البيك عندي معمول على 25 دقيقة. جيت بعد 15 دقيقة بصيت عليها لقيتها استوت. بصراحة كان شكلها حلو جدا وطعمها كان حلو قوي قوي قوي. بنصحكم تجربوها. اي مسقعة بناكلها في الطبيعي بنلاقيها مليانة زيت، في الطاجن بتلاقيه مليان متغرق بالزيت، لكن الحمد لله مع الاير فراير مفيش ولا نقطة زيت في الصلصة الحمد لله. وطعمها حلو جدا وخفيف جدا. ما تعبتش بعدها. طبيعي بعد ما باكل مسقعة العادية بحبها قوي، بس بعد ما باكلها بلاقي بطني وجعتني عشان بيبقى فيها زيت كتير للأسف. لكن دي خفيفة وطعمها حلو ولطيف جدا. بتمنى ان انتوا تجربوها. الطريقة دي حلوة جدا، ان شاء الله تعجبكم. بس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو تكتبولي في الكومنتس حابيني اعمل ايه اكلات تانية في الاير فراير، وانا هعملها لكم ان شاء الله. تصبحوا على خير.